السلام ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد دشمل. المفروض فكرة الفيديو النهاردة يا جدعان اللي أنا هرد على كل أسئلة الكلب بتاعي اللي هو روكي يا جدعان، لأن في ناس كتير يا جدعان بتعلق لي على الفيديوهات فين روكي، مش عارف أنت وديته فين، الكلب حصل له إيه، مش القلب ده يا جدعان والله العظيم القلب ده عليكوا على كل يا جدعان تعليقاتكم اللي انتوا علقتوها دي انا هرد عليها في الفيديو ده ان شاء الله، وهوريكم روكي ونصور معاه وهيبقى فلوج طرش الطار. الكلب بقى له يا جدعان 4 شهور بره ولا 3 شهور، ولا بتشوفوه معايا اصلا في الفيديوهات، ولا حتى بيظهر مثلا لقطه ولا اي حاجه، لان انا فعلا ما كنتش بظهره، لان الكلب اصلا مش عندي في البيت. لان يا جدعان الكلب بتاعي وديته عند واحد صاحبي عنده بقى، هو بقى بياكله بيشربه والكلام ده كله، يعني يعتبر يا جدعان حاطينه كده مثلا في مزرعه كده بفلوسها يعني وكده، ممكن تلاقوه متبهدل شويه وكده، بس والله غصب عني، لان يا جدعان الصبح كان مليان براغيث زي ما انا كنت موريكم والكلب وكده، بس الحمد لله الكلب زي ما انتم شفتوا اتعالج من البراغيث وما بقاش فيه، والحمد لله عرفنا ان احنا نطلعه بره نحطه في مكان، لان انا اصلا مش عايز ابيعه ولا الكلام ده، فقلت ايه اخلي عند واحد صاحبي مثلا عايز اشوفه كده، اروح اشوفه واخليه هناك. جينا بقى ايه لحوار السطح بقى، شهر رمضان كامل يا جدعان اقسم بالله ما طلعنا على السطح، لان البراغيث كانت مليانه. طبعا يا جدعان كنا كل يوم بنرش يعني وكده، والله العظيم برضه البراغيث ما كانتش راضيه تمشي. فلاش باك برضه يا جدعان واحنا بنرش وكده، زي ما انتوا شفتوا يا جدعان الفيديو اللي انتوا لسه شايفينه ده كان برضه فيه براغيث، يعني احنا كنا جايبين واحد يرش وكده وكان فيه براغيث برضه، ففين وفين يعني لحد ما عرفنا البراغيث دي جايه منين. طلع يا جدعان البراغيث جايه من الاوضه دي، الاوضه دي يا جدعان اللي كنت حاطط فيها الكلب في الاول، هي دي اصلا اساس البراغيث. المهم البراغيث بقى كانت جايه من الارض يا جدعان، الارض كانت فيها رطش وكده، وكانت اقسم بالله كانت مليانه، فنضفناها الحمد لله يعني وكده، وبعدها بالظبط بيوم اقسم بالله يا جدعان ما لمحنا حتى برغوث واحد، والله العظيم بكلمكم جد، قعدنا نرش ونكلف نفسنا، جبنا رش كتير والله العظيم والرش وكده، كل ده ما حوقش مع البراغيث باي حاجه، والحمد لله يا جدعان البراغيث كلها مشيت بعد ما نضفنا الاوضه. بقى تقولوا له ايه البراغيث مشيت ما تجيب روكي تاني وكده وصور معاه وكده، اقسم بالله هكمل لكم اهو، فاستنوا شوفوا الكلام للاخر وبعدين انتوا ايه احكموا يعني وكده. يا جدعان في الفتره بتاعت رمضان يعني وكده لما البراغيث كانت هنا يعني وكده، كان ابويا حالف عليا الكلب ده لو طلع ابنهولك ومش عارف ايه، طبعا مش عايز اعمل مشاكل في البيت يعني وكده، فقلت ايه امشي الكلب بعيد واريح دماغي بقى عشان ما يحصلش مشاكل في البيت يعني وكده. يا جدعان اقسم بالله الكلب مش عارف ادخله البيت تاني، ولا هعرف اجيب اي حاجه تاني البيت، لان بسبب الحوار ده انا اتاذيت جامد. انا يا جدعان اكيد انتوا متحمسين تشوفوا الكلب دلوقتي، بس عايز قبل ما ابدا اي حاجه كله ينزل يعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر كميه لايكات، سبسكرايب للقناه، عايزين نوصل 2000 مشترك في اسرع وقت، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد احنا بننزله. اسف يا جدعان والله اللي انا طولت عليكم في الكلام، بس عايز اقول شويه كلام يعني وكده، ان انا بقالي كتير ما اتكلمتش معاكم وكده، وبرضك موقف فيديوهات بقول لكم اسف والله يا جدعان، لان كنت بامتحن يعني وكده، عندي ضغوط بس في حياتي والله، بس الحمد لله كلها اتحلت يعني، والله يرجع فيديوهات طرش الطرش. المفروض بقى يا جدعان فكره الفيديو اللي احنا نروح نجيب الكلب ونروح بيه الملاحه نحميه يعني وكده ونرطب عليه بقى، نرجعه بقى روكي بتاع زمان بقى. في حاجه كمان بقى، حاجه جامده طرش الطرش، حاجات انتوا بتحبها، حوار النط بقى وكده، انا برضه هنط يا جدعان من على كوبري الملاحه، اقسم بالله اول مره انطها. في ناس ممكن تقول مثلا انا بنطها عادي ومش عارف ايه، بس انا بقول لكم انا اول مره انطها، فعايز اجرب الحوار ده معاكم يعني وكده. لا عايز اقول لكم يا جدعان ان انا خايف اصلا انطها، بس ان شاء الله يا جدعان بشملويه لوش وهنروح وهننطها، واقول لكم دلوقتي اهو قبل ما نروح. دلوقتي يلا نتحرك ونروح لروكي، يلا بينا. المفروض دلوقتي يا جدعان وصلنا لروكي، وحشكم انا عارف ها. يلا يا جدعان ننزل الكلب يلا، وبعدين انا هنزل بعض يلا روكي. بس يا جدعان روكي عويم، هو بيشرب ولا ايه؟ يلا خد لفه تعال.
ايوه كده اطلع. الله ينور عليك يا روبي. بصوا يا جدعان في كلاب اهي برضه بيشرمش. خد لف بقى لف. تعال يلا واحده كمان كده. ايوه كده تعال. تعالى يا عم ما تخافش. ماسكه والله ماسكه متوه يالا والله. ما تخافش يا عم. تعال تعال تعال. اروح ازاي كده بس عشان ما يغرقش. طلعنا اه. الله ينور ليه. طب يلا استنى. الله الله عبده. لا ليه؟ يلا يا عبد يلا يا عبد. روك انت فاهم. بس يا حبيبي طلعنا حاس فكده. few moments later. المفروض دلوقتي بعد ما صورنا الفيديو بقى المفروض ان احنا هنسيبه يا جدعان هنا تاني ونمشي للاسف. ولا روكي قول لهم سلام بقى. وكده وصلنا نهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. سلام.